السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات ولمسات زهراء القلمية. ان شاء الله تكونوا حباباتي كامل بألف خير. كما لا انسى الترحيب بالمشتركات الجدد، نقولهم مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ زهراء القلمية. اليوم راح تشوفوا معايا وصفة، يعني وصفة تهب الخارقة للعادة، روز جربي على طريقتي بلمسة مني. يعني روز شهي ما شاء الله عليه، بنين وخفيف، كل حبة وحدها، مجمر في الفور. ذوق ومذاق هبال ما شاء الله. شوفوا معايا طريقتي في تحضير هذا الروز. انا جبت الكوكوطه تاعي، حطيتها على النار، حطيت فيها شويه زيت. كان عندي زدر تاع دجاج يعني بحجم صغير فقط، كنت قسمته على زوز. نحطو يتقلى مع حبه بصل وسنه تاع توم، كنت مكسيتهم مليح. نضيف لهم شوية توابل، فلفل أسود وملح، وعندي تابل يعني راح يمد لي نكهة لهذا الروز. مكون سري جدا رائع، هو توابل شاورما اللي عطتني واحد النكهة، واحد الذوق لهذا الروز. يعني روعة روعة، تشهي ما شاء الله. أنا بحد ذاتي يعني تبهرت بهذه الوصفة. قلت لكم حطيت ملعقة من توابل الشاورما، ونخلي الكوكوطة تاعي تتقلى مليح. هذاك الدجاج تاعي يتقلى وياخد هذيك النكهة تاع التوابل، ويدوب كامل هذاك البصل والثوم. ونروح باباتي نحضر الروز تاعي. انا استعملت اليوم ارز الوسام، ارز بسمتي روعه. هذا الروز ما شاء الله عليه. هنايا عندي 500 غرام تاع روز، راح نغسلهم بالماء بارد ونسقطرهم، ونرجع نحط لهم كذلك نعاود نحط له نعمره بالماء، ونخليه على جنب حوالي نص ساعة، ونخليه يتشمخ في هذاك الماء. ونروح نكمل لاصوص تاعي. هنا عندي 3 حبة سنارية ولا جزر، نقطعهم الى مكعبات صغيرة. وعندي شوية تاع زيتون كنت غليته مليح باه تنحالو هذيك المرارة، وكنت قصيته الى مكعبات كذلك. قلت لكم هذه النوعية من هذا الأرز روعة ما شاء الله، خفيفة وظريفة بنتها وشكلها ومنظرها ما شاء الله عليها. بإذن الله راح تبهركم كما بهرتني هذه الوصفة. تهب ما شاء الله عليها، كل حبة وحدها. روز جربي مجمر في الفور، يعني روعة روعة. هنايا عندي جزر وزيتون، اللي حابة تزيد لمسة من عندها تضيف كذلك حبة تاع جلبانة. راح نمد لها كذلك منظر لهذا الوصفة وذوق جد رائع. شوفوا هنا بعد ما تقلى الدجاج تاعي مليح ودخلوا كامل النكهة هذيك تاع التوابل، ضفت له الزيتون وهذاك الجزر، ونخلي الكوكوطه تاعي تتقلى. بعد ما يتقلاو مليح نمرقهم ونخليها طيب على راحتها حتى يطيب الدجاج تاعي. نرجع للروز تاعي بعد ما تشمخ فيه هذاك الماء وسقطرته مليح، راح نقليه في شويه زبده، حوالي 50 غرام زبده. على الاقل تكون ملعقه معمره بزاف، معمره يعني جدا. ونقليه مليح هذاك الروز تاعي حتى يتشرب كامل هذيك الزبده اللي زادت له كذلك ذوق يهب الذوق رائع، وخلى هذاك الروز تاعي ما يتلصقش وكل حبه وحدها. بعد ما قليته حطيته في المول هذا في البلا تاعي اللي كنت دهنته بالزبده، وفرغت عليه هذيك لاصوص بعد ما طاب الدجاج تاعي، وخليته يتجمر في الفور. وهذه هي النتيجة لنهار اليوم، أرز جربي بلمسة مني، بلمسة من أيادي زهراء القلمية. قلت لكم روز في القمة ما شاء الله عليه، يعني المنظر تاعو يتكلم. البنة حباباتي راي تفوق الخيال ما شاء الله عليها. شوفوا كل حبة وحدها روعة، يعني شهي هذا الروز راح يعجب كبير وصغير بإذن الله، راح يبهر العائلة تاعكم. خفيف وظريف خاصة على الطاولة الرمضانية، يعني وصفة في القمة ما شاء الله عليها. لهنايا خليت شويه تاع صوص، اذا نشف يعني اذا جاك ناشف تقدري تزيدي تسقيه بشويه من هذيك لاصوص اللي كنتي خليتيها. وانايا خليتها يعني هو ما جانيش ناشف. شوفوا كيفاه مجمر وكل حبه وحدها ما شاء الله. من حبيت نخلي شويه تاع صوص، خاصة كي تاكليه مع هذاك الدجاج بنكهة الشاورما روعة. قلت لكم وصفة لازم تجربوها حباباتي، راح تبهركم أكيد المؤكد. دايما مع وصفات
ولمسات زهراء القلمية، نتلاقاو بإذن الله، سلام.